أكيد هلالية. 2-1 ممكن. طيب النصر معهم كريستيانو معهم وحنا الهلال خلاص فريق كفاية. صعبة، لا على الهلال ولا على النصر، صعبة يعني بالظروف الحالية كلها صعبة. حتى كريستيانو يعني يمكن يطلع بهدف، يطلع تاليسكا بهدف، بس صعبة يعني على الظروف الحالية صعبة. لا والله مو بقصة خوف، بس انه صعب يعني الهلالي ما يخاف، بس ان الظروف صعبة فعلا. والله انا اتمنى ان ناكلهم، ولكن الواقع يقول ان النصر اقوى فنيا حاليا. اتوقع الهلال. ما شاء الله دائما يفوز. بين نصر والهلال اكيد نصر، رونالدو معنا. كل شيء خلاص، اقوى لاعب في العالم معنا. ايه اتوقع 2-1 النصر. لا والله انا ما نصراوي اقول لك، بس بيفوز النصر. هو ترى اهلاوي. للاسف. انت فيالو؟ عاد فيالو متصدر يالو انا شبه نصراويه صراحه، هذا اللي بقوله. انا ما اقدر ارد كثير لانه انا عارف وين انا فيه. السنه راحت الاتحاد كان متصدر، وفي اخر اللحظات الهلال جاء اخذها، لكن السنه هذه الاتحاد متصدر وراح ناخذها. وانا اقول ان شاء الله بين الهلال والنصر، ابغى النصر يجي بكريستيانو عشان نعبيهم صح. انا غيرت رايي على فكره، كنت اقول لك الهلال، لا ابي النصر، تذكرت كريستيانو. لا الهلال ان شاء الله، السنه دي الهلال، السنه الجايه الهلال، وكل سنه الهلال دائما. لا مباراه الثلاثاء خلاص باذن الله ان شاء الله يخلص. اصلا كعب الهلال عالي على الاتحاد وعلى جميع الانديه السعوديه بشكل عام، ولا احد يقدر يختلف على هذا الشيء، اللهم لك الحمد، سواء كان محليين او اسيويين. انا والله من مشجعين نادي الشباب، والديربي زي ما قلت هذا ديربي العاصمه، وتوقعات فيه صعبه كبيره. الكل فريق له، صحيح الهلال مبتعد عن المنافسه، ولكن يبقى الهلال يعني الى اخر جوله. الفوز لنا ان شاء الله، هذا ضامنينه. لا ان شاء الله رتم الهلال منخفض. العيد عيدين ان شاء الله. أتوقع الهلال بيفوز. طيب الهلال لسه ما له امل في الدوري، والنصر قوي. يمكن عادي، يمكن، ليش لا؟ فزنا على الأرجنتين، ليش ما نفوز كمان على كريستيانو؟